السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الدرس راح نشرح طريقة الدخول على إعدادات النان ستيشن من خلال الراوتر. يعني هسه أكثر الناس لما يردون يطبون على إعدادات النان ستيشن يفلت الراوتر يفلت الكيبل من الراوتر ويخله بالحاسبة وبعدين يدخل لها. بس هي اكو طريقة نقدر نثبت اي بيات بالراوتر بدون ما نفلت الكيبل مال النان ستيشن من الراوتر، نقدر مباشرة ندخل على النان ستيشن. هسه اول شي احنا مكنكين طبعا على الراوتر مالي، انا مكنك عليه. ندخل على اعدادات الراوتر، ننقر على اي متصفح ونكتب الاي بي الخاص بالراوتر. طبعا هاي كل ساعة كل شرح اعيدها، انا اكو راوترات الاي بي مالتهم بالاخير 0.1 واكو 1.1. الراوتر مالي 0.1. ننقر انتر، راح يطلب عندنا يوزر نيم باسورد، نكتب ادمن، باسورد هم ادمن، نعطي انتر. دخلنا الاعدادات الراوتر. هسه ايش راح نسوي؟ راح نثبت اي بي ستاتيك وين؟ للراوتر، على مود نقدر ندخل على اعدادات النون ستيشن. نروح على النتورك، رابع اختيار على الجهة اليسرى، ننقر عليه، نختار ستاتيك اي بي، هذا اختيار مبين مؤشر عليه انا بالمؤشر، ننقر عليه. وهذا ان الصفارة نثبت اي بي. شلون الاي بي اللي راح نخليه باللوكال اريا؟ اذا نربط مباشر 192.168.1.30 او اكثر من 30، اي رقم اكثر من 20 30. هنا بالسوب نت ماسك نثبت الاي بي اللي هو 255.255.255.0. ننزل جوا نعطيه سيف. هسه حاليا شنو خلصنا هذا الشرح. هسه راح ادخل على الراوتر على النون ستيشن مالتي، نفتح اي متصفح. هسه نكتب الاي بي مالت النون ستيشن 192.168.1. طبعا الاي بي الافتراضي للنون ستيشن بالاخير 20.20، بس انا النانو مالتي مسوي 29. انتر. هاي الواجهة مالت النون ستيشن، يو بي ان تي يو بي ان تي، لحظات، يو بي ان تي، انتر. هسه انفتحت عندنا النون ستيشن بدون ما نفلت الكيبل من الراوتر. لهنا انتهى الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله.